بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، أرسله الله عز وجل عليه أفضل الصلاة والتسليم إلى الجن والإنس، والأبيض والأحمر والأسود، لكي يخرج الله به العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وأفضل شيء يكتسبه العبد في هذه الحياة هو معرفته بخالقه ورازقه ومولاه سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل خلقنا وأوجدنا في هذه الحياة لكي يعرف ويعبد حق العبادة. وقد الله عز وجل قال في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حديثي معكم اليوم في هذه الحلقة بإذن الله تعالى عن القلب. هذا القلب هو ملك يعني الجسم، هو عبارة على ملك الجسم. وهذه الأعضاء هي تبع يعني للقلب. إذا صلح القلب يصلح سائر الجسد. وهناك حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث، يعني نختصره: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب مضغة صغيرة في صدر العبد، عظيمة الخطر كبيرة الأثر، صلاح البدن كله والجوارح جميعها، فساد البدن كله والجوارح جميعها. من السنة إذا يعني تسمع نباح الكلاب أكرمكم الله أو نهيق الحمار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتعوذوا بالله من شر ما رأت، لأن هما رب سبحانه أعطاهم يعني قدرات يروا الشياطين. لذلك الكلب ينبح، يا إما رأى الشيطان هو احنا في الليل، ولكن من السنة أنك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسميت في الحديث مضغة إشارة إلى تصغير هذا العضو
لأن أصل المضغة قدر ما يمضغه الإنسان فيه أي فمه، فما أعظم خطر هذه المضغة وما أكبر أثرها. وما أكبر أثرها، فكل حركة وسكون تقع في الإنسان من الإنسان يعني، وكل فعل أو ترك فرع عن مراد هذه المضغة، بل لا يمكن للجوارح أن تتخلف عن ذلك. فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا، يعني قلبا لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق، فما أحوجنا إلى العناية بهذه المضغة إصلاحا وتنقية وتزكية وتطهيرا. ومن الدعوات المأثورة في هذا الباب ما ورد في حديث زيد بن الأرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وإن أهم ما ينبغي مراعاته في هذا المقام معرفة الغاية التي خلقت القلوب لأجلها ووجدت لتحقيقها، ألا وهي توحيد الله وإخلاص الدين له ومدى حظ القلوب منه. والقلوب إخواني المشاهدين المستمعين في هذا الأمر على قسمين: الأول قلب مشغول بالله، ونسأل الله أن نكون من هؤلاء، عاقل للحق مفكر في العلم، مجتهد في تحقيق هذه الغاية، وهو بهذا يكون قد وضع في موضعه الصحيح، وحينئذ يكون له واجبان: وجه مقبل على الحق علما وعملا، سعيا وإذعانا، رغبة وطلبا، تحقيقا وتطبيقا. وجه في المقابل هؤلاء كل قائل: شنو السبب اللي يخليني أطرح هذه الحلقة بخصوص القلب؟ فتناسب موضوع القبر، موضوع الإنسان لما يتحط في القبر، العلم اللي تعلمه واكتسبه وعاش به، عبد به ربي سبحانه وتقرب الرب به، سيختم الله عليه بذلك الشيء اللي كان عايش به. من عاش على شيء ختم عليه وبعث به. إبراهيم يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون. عليه السلام، إبراهيم عليه السلام يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الخدمة تخدم، أنت تسعى وتعمل بما قالك الله عز وجل في القرآن وبما ثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
حتى تكون يعني محمي بالله بالتوحيد والعقيدة. لأن إبليس أعوذ بالله منه هو عاش قبل آدم، وغوى آدم عليه السلام، ويعني شوف قديش من أمة سبقتنا غواهم، ولكن الله عز وجل قالوا إلا عبادي ليس لك عليهم سلطان. باش تكون عبد الله لابد أن تسعى. قل قائل ليش نختار هذه المواضيع؟ اي نعم، نقول لكم علاش. لأن قاعد نرى في أصحاب القنوات هم مضيعة للوقت لكم، يصرفوكم عن هذا الخير. هذا خير، هذا الذي كثير من الناس محرومة من هذا الشيء، غالبته نفسه. فلا تكونوا من الغافلين عن هذا العلم. نحن لنا علماء ولنا مشايخ ولنا دكاترة ولنا طلاب علم. حاجة بركة، اجتهد من وقتي ونسعى حتى نتعلم ونعمل بالعلم ذاك نطبقه ثم نوريه غيري. هذه تسمى الزكاة. الزكاة تزكي قد ما تنوي لو خيانك كيما تحب روحك، وربي يعطيك ويعوض عليك. أي حاجة تصدق، هذا علم تصدق لو خيانك حتى تعلموا. لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل، لأن الإيمان فيك يكمل يزيد ونقص. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، وأخوكم يحب كما يحب روحه يحبكم أنتم. وفي المقابل وجه معرض عن الباطل منصرف عنه حذر من الوقوع، ويقال له القلب الزكي والقلب الطاهر والقلب السليم، لأن هذه الأسماء تدل على سلامة القلب من الشر وبعده عن الخبث وخلاصه من الآفات. الثاني قلب منصرف على الباطل منحرف عن الغاية التي وجد لأجلها وخلق لتحقيقها وله وجهان. الأولاني القلب الباهي، يعني القلب من علامته يحب الحق ويتبع الحق ويقبل الحق. هذا القلب عكس القلب اللي حكينا فيه الأول. فهذا نسأل الله أن لا نكون من هذه القلوب. قلب منصرف إلى الباطل، يعني من يحب ديما الباطل، منحرف عن الغاية التي أوجد لأجلها وخلق لتحقيقها، يعني التوحيد لله عز وجل عبادته. ولا وجهان كما الآخر عنده وجهان، هذا عنده وجهان. وجه مقبل على الباطل مشغول به، ووجه معرض على الحق غير قابل له، وهما في الحقيقة آفتان: آفة الصدور يعني الصدود الذي تصد عن الحق، وآفة الإقبال على الباطل، ولكل منهما إضراره الجسيمة ونتائجه الوخيمة. والباطل الذي ينشغل به القلب عن هذه الغاية نوعان: أولا نوع يشغل القلب عن الحق ويزاحم الخير الذي فيه دون أن يعانده ويصادمه، كالأفكار والهموم والغموم والأحزان الناشئة عن
علائق الدنيا وشهوات النفس. ثانيا، نوعا يعاند الحق الذي في القلب ويصادمه ويصد عنه، مثل الآراء والأهواء المردية من الكفر والنفاق والبدع ونحو ذلك. نعوذ بالله من هذا الصنف. فالأول يزاحم القلب، والثاني يصادم ما فيه. وعلاج الأول بالعودة بالقلب إلى توحيد الخالصين والإيمان الصحيح الذي خلق القلب لأجله، وعدم شغله بأمر آخر. ونكون إن شاء الله قد نقف في هذا الدرس، وإلى لقاء مع الدرس الثاني هو تتمة لهذا الدرس. نسأل الله أن نكون انتفعنا نحن وأنتم، ونسأل الله ربي الإخلاص في القول، وأيضا نسأل الله الإصابة في السنة، طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.